عدد لي 7 من صحابة النبي اللي حاربوا وياه بمعركة أحد. طبعا بداية أنا بحياتي ما حاكي لي على شخص ولا أحب أتدخل بهيك أمور نهائيا، بس لفت انتباهي اللقاء اللي صار بين الأخ ريبر وهذا الشخص اللي يسمي نفسه نمجا، اللي هو على أساس جاي ينشر الثقافة الكورية بالعراق. أنا ما ألومه لأن أولا هو بعده مقتبل العمر وطفل وجاهل واعتبره مراهق، بس للأسف أقولها وبصريح العبارة بعض المشاهير استغلوا هذا الشخص على مود يطلعونه ويضحكون عليه أمام الناس على مود يصعدون مشاهداتهم. أو بالمناسبة أنا مويا ولا أشجع ولا أأيده بالشغلات اللي جاي يسويها، بالعكس بدل ما نطلعه ونضحك عليه المفروض نقعد وننصحه ونفهمه. وبخصوص المقطع اللي مخليه بداية الفيديو أحب أنوه على شغلتين. الشغلة الأولى، أنت يا أخ ريبر جاي تسألك شخص مثلا هو معمم أو رجل دين وتقول له أريد تعدد لي 7 من الصحابة اللي شاركوا بمعركة أحد ويا الرسول، وأكيد تعرفه ما راح يجاوب على هالموضوع، واستغليت هاي مادة على مود تضحك الناس عليه. وبخصوص الجزء الثاني من المقطع، ريبر خلى رجليه على الطاولة وخلى